النهاردة درس الخامس والسادس. الدرس الخامس بعنوان Let's talk، هيبقى نتحدث. Staying close، البقاء على تواصل. Apologize، cool، deal، fight، intent. الكلمة التانية اسمها intent بمعنى ينوي، فالفيرب منها intend بالدي، أما النون intent بالتي. misunderstanding، proper، tough. بعد كده absolutely، completely، finally، glad، openly، rebuild، totally. تعبيرات حروف الجر: get bigger، close to، end up، take courage، solve a problem، mess up، turn into، work on، say sorry، share true feelings، stay close. توصيف الأفعال: fight، fought، fought. كلمة عكسها: proper، improper، tough، weak. ونلاحظ في كلمة weak تانية برضو اللي هي بمعنى أسبوع، week. أما weak معناها ضعيف. ناخد بالنا من فرق دوت. بعد كده read and complete، اقرأ واكمل. After the storm they had to their house، تبقى rebuild، يعيدوا بناء المنزل بتاعهم. وكلمة re قبل أي فعل معناها يعيد، replay معناها يعيد تشغيل، rebuild يعيد البناء، repaint يعيد الطلاء، وهكذا. We need to this problem quickly، تبقى solve، نحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. The teacher told the kids to stay close during the field trip، يبقى تواصل stay close. بعد كده either أو either، الكلمة ديت بتأتي في نهاية الجملة المنفية، يعني أي جملة منفية تمام كده بتأتي في آخرها. دي بتساوي بالظبط أو يعني بيقابلها في الجملة المثبتة كلمة to، معناها أيضا. to تأتي في آخر الجملة المثبتة، أما either تأتي في نهاية الجملة المنفية. بعد كده synonym، كلمة مرادفها: apologize، say sorry، glad، pleased، openly، frankly. الsuffix final، finally، complete، completely. prefix build، rebuild. الجزئية الخاصة بالقراءة: What could have helped you solve the problem more easily؟ تخيل مثلا انت متعرض لمشكلة معينة، ايه اللي ساعد في حلها بشكل اسهل؟ اول حاجة انا بقول يعني هو مقال proper communication skills، مهارات التواصل المناسبة، حوار ما بين اوكي. كنت تبدين حزينة امبارح، هل كل شيء بخير؟ Yes, I'm alright now. Just had a little misunderstanding with my cousin Noha last weekend. أنا دلوقتي بخير، بس امبارح كان حصل سوء فهم بيني وبين بنت عمي نوها الأسبوع اللي فات، في أجازة الأسبوع اللي فات. منى: Oh, that's tough. Did you solve the problem؟ الموضوع كان صعب جدا، هل انت حليت المشكلة ديت؟ We did. Honestly, if we had communicated better, we wouldn't have argued at all. بكل أمانة نعم، بس احنا كنا تواصلنا بشكل أحسن من كده، كنا احنا ما كانش في أصلا أي خلاف ما بيننا، ما كانش فاهم بقى أي خلاف معنى أصح. I totally agree. If I had been more honest with my sister last week, we wouldn't have ended up upset with each other either. بمعنى أنا بتفق معاك كلية، لأن لو واحد صادق في كلامه، أنا عن نفسي لو كنت صادقة في كلامي مع أختي الأسبوع اللي فات، كان ما كانش في واحد منزعج من التاني. Right. It's like one small thing turns into a big deal. يعني الموضوع عبارة عن مشكلة صغيرة جدا بتحول لمشكلة كبيرة. But we talked yesterday and it helped us solve everything. مجرد ما اتكلمنا مع بعض امبارح دوت ساعد في حل كل المشاكل، مجرد بس الكلام مع بعض. That's good to hear. That's good to hear. Once people talk openly, it's easier to rebuild the bond. يعني
طبعا المصطلح اللي سمع ذلك، مجرد ما الناس يتكلموا مع بعض بشكل صريح من السهل جدا انهم يعيدوا بناء العلاقة ما بينهم كما تعلمين. For sure I feel like we have finally reconnected. It just took a real conversation. بمعنى بالتأكيد أنا حسيت إحنا تم تواصلنا مع بعض بشكل مجدد، أو إحنا عاوزين نتواصل مع جدينا التواصل مع بعض. الموضوع بس محتاج محادثة حقيقية. So true. It's amazing how much better things go when we just say what we are feeling. إنه من المذهل إزاي الموضوع بيتحسن في علاقات ما بيننا مجرد بس الكلام، وكل واحد يعبر عن مشاعره الداخلية. Absolutely بالتأكيد. Communication makes such a big difference. التواصل بس بيعمل هذا الاختلاف الكبير جدا، هذا التغيير الكبير. بعد كده What caused the misunderstanding between نجلاء and her cousin؟ ايه سبب سوء الفهم ما بين نجلاء وبنت عمها؟ ممكن نقول مثلا عشان الإجابة مش واضحة هنا برضو، زي مثلا didn't communicate better، انهم كان تواصلهم ما كانش احسن حاجه، وعلشان كده they argued مناقشه جدال، عشان كان في مشاكل، اصبح عندهم في جدال على اي حاجه بقى. بعد كده what could نجلاء and منى have done differently to avoid their situations؟ نجلاء ومنى عملوا عشان يتجنبوا المشاكل اللي حصلت معاهم؟ ممكن نقول مثلا وليكن بالنسبة نجلاء عملت نجلاء talk، just talk، يعني بتقول لما احنا اتكلمنا مع بعض دي ساعدنا في حل كل شيء، مجرد بس الكلام. بعد كده بالنسبة لمنى being honest with her sister، انها كانت صادقة مع اختها، وعشان كده دوت ادى الى وجود طرف حل، او وجود مثلا حل ما بينهم، مبقاش في منهم اي مشاكل. بعد كده why is being honest important in communication؟ ليه الصدق مهم جدا في التواصل؟ It's amazing how much better things go when we just say what we are feeling. يعني مجرد بس ما بتعبر عن مشاعرك الداخلية بصدق، ده طبعا بيحل جميع اي مشاكل، منبقاش في اي شحنة داخلية، كل واحد يعبر عن اللي جواه. تمام. بعد كده work with a partner use the chatty phrases below to practice a conversation. دي حوار محادثة ممكن انت وصاحبتك او انت وصاحبك تمارسوها مع بعضكم. Hey, I've been thinking about our fight. Honestly, if we had communicated better, it wouldn't have happened. أنا بفكر بخصوص الخلاف اللي بيننا، بكل أمانة لو احنا كنا تواصلنا جيد بشكل أفضل مع بعض، ما كانش فيه حاجة حصلت من اللي حصلت، ما كانش في أي خلاف حصل. I totally get that. أنا بالفعل فهمت دوت. Sometimes things just get mixed up. It's important to be honest with each other. أحيانا الأمور بيتم اختلاطها على بعضها ومشاكل، عشان كده من المهم الواحد يكون صادق مع الآخرين. For sure بالتأكيد I really want to resolve this and keep our bond strong. أكيد بالتأكيد يعني احنا عاوزين نحل أي مشكلة ونحافظ على العلاقة اللي بيننا قوية. That's cool. هذا رائع. I want that too. Let's work on it together. أنا عاوز كده أيضا، أريد هذا أيضا. يلا بينا نعمل مع بعض. Great. I'm glad we can reconnect after all this. جيد جدا، عظيم جدا. أنا مسرور إن احنا نعيد التواصل بعد كل ما مر. So true. Talking helps a lot, right? الكلام طبعا، المحادثة بيساعد الكثير، العمل الكثير، أليس كذلك؟ Right. صحيح. Thanks for listening. شكرا على استماعك. بعد كده writing. Staying close to others need good communication and strong connection. البقاء على التواصل مع الآخرين محتاج تواصل جيد
اتصال قوي. If we had talked face to face, we could have avoided any misunderstanding because we would have been honest about our feelings. احنا لو أجرينا محادثات وجها لوجه بسبب المحادثة ديت ممكن نتجنب أي سوء فهم. ليه بقى؟ عشان كوننا آمنين صادقين عن مشاعرنا، دي بيظهر مشاعرنا بصدق. Sometimes people become distant. أحيانا الناس بتبقى بعاد عن بعضها. But if we had been more supportive, we could have resolved problems. بس احنا لو كنا بندعم بعضنا البعض كنا نحل أي مشاكل. It also takes courage to say sorry or to share true feelings. الموضوع بيطلب شجاعة كبيرة جدا عشان نعتذر أو حتى نشارك مشاعرنا الداخلية بكل صدق. If we had stayed close to family and friends, life would have been more meaningful and happier. بمعنى لو احنا أصبحنا أو احنا بقينا في تواصل أبقينا عليه مع العائلة ومع الأصدقاء، الحياة هتبقى أكثر سعادة وذات معنى وأكثر فائدة. لو احنا مجرد بس الزمن نفسنا يكون في تواصل مستمر. بعد كده read and complete اقرأ واكمل. Good communication skills help us stay close to the people we care about. When we true feelings تبقى when we share true feelings لما بنشارك مشاعرنا الحقيقية we can resolve misunderstanding easily. بنحل أي سوء فهم بكل سهولة. I once had a fight. حصل مشكلة، عراق، خناقة مع صديقي المفضل. It was totally upsetting. كان موضوع مزعج جدا. But we talked openly and apologized to each other. واعتذرنا بعضنا البعض. If I had said sorry earlier, the fight wouldn't have get worse. لو انا كنت اعتذرت له وبقيت الاعتذار مبكرا شويه ما كانش فيه اي خلاف بعد كده. كان موضوع الخناقه اصلا ما كانش بيبقى ليها اي وجود. I'm so glad we rebuilt our friendship. Proper communication really makes everything go better. بمعنى مجرد بس انا سعيد جدا ان احنا قعدنا بناء الصداقه ما بيننا. التواصل المناسب بيعمل كل شيء go better يتحسن. بعد كده Sandy choose اختياري بقى. Sandy didn't give a answer to the teacher question so he was angry. تبقى proper إجابة مناسبة. لم تعطي إجابة مناسبة لسؤال المعلم عشان كده المعلم غضبان منها. بعد كده Summer had no bad when she said those words don't be angry. had no bad عندها نية سيئة لما قالت هذا الكلام. بعد كده فلا تغضبين منها. If you are not careful you might end up. تعبير على بعضه end up ينتهي بيك المطاف في كذا. Neither spoke about his mistakes to help others. بيتكلم بكل صراحة بكل عفوية openly. بعد كده it was a simple misunderstanding that caused the whole problem. كان حصل سوء بس فهم بسيط عمل كل المشكلة الكبيرة دي. بعد كده I had to for being late for the meeting. I had to apologize. أنا مضطر أعتذر عشان كوني متأخر على الاجتماع. You should always stay close. البقاء على التواصل معناها stay close تعبير على بعضه stay close. It is a decision but we have to make it. It isn't easy. تبقى tough. لما الأمور سهل يبقى صعب tough. هالة has a cool idea. فكرة رائعة. For the school art project. It's great. إنها عظيمة. We finally reached. أخيرا وصلنا the top of the hill. للقمة بتاعت التل. After 2 hours. بعد ساعتين. It was difficult task. كانت مهمة صعبة جدا. يبقى finally معناها أخيرا. Read and complete. اقرأ وأكمل. When people argue, it often starts small and get bigger quickly. لما الناس بتتجادل مع بعضها الموضوع بيبدأ بسيط خالص بس الموضوع بيكبر بسرعة صوت البرق. That's why communication is important. وهذا السبب التواصل ده شيء مهم جدا. I once ended up
in a fight because I didn't explain my intent. يعني انتهى بيا المطاف في خناقة، في عراك، في مشاجرة، لأن إيه؟ ما وضحتش نيتي. If I things clearly it wouldn't have turned into such a big problem. ماضي تام مش مضارع تام، عشان ناحية هنا ايه؟ فعل would have be. لو كنت وضحت نيتي بشكل واضح ما كانش فيه ساعتها يبقى فيه أي مشكلة. بعد كده into a big problem. Sorry and being open helped us solve it. تبقى saying sorry، إن احنا اعتذرنا، دي طبعا ساعد في حل المشكلة. Now I always take time to talk before things get bigger. طبعا أنا دلوقتي حالا بتكلم قبل ما يحصل أي مشكلة أو مشكلة ذات نفسها تكبر، تبقى get bigger. بعد كده choose اختياري. My house is very close to the school. قريب من المدرسة. It will take courage. الموضوع بيستغرق شجاعة، بيتطلب شجاعة to stand up and speak in public. واحد يقف ويتكلم قدام الجمهور. I am really to my party today. تبقى I am really glad. أنا فعلا سعيد جدا إنك حضرت الحفلة بتاعتي. Our city plans to rebuild the old bridge this year. تعيد بناء الكوبري القديم هذه السنة. rebuild. If we water the plant regularly, it will soon get bigger. ولا go bigger؟ لا get bigger. سوف يكبر، النبات سوف يكبر. احنا روينا النبات بشكل مستمر بشكل منتظم هيكبر هينمو. بعد كده I don't know how to solve the problem. مش عارف احل هذه المشكلة، محتاج نصيحة. You should always say sorry. تعتذر، تعبر على بعضه. I am completely sure. أنا بقى متأكد بشكل كامل 100%. It is good to your true feeling. تبقى share your true feelings with close friends. تشارك مشاعرك الحقيقية مع أصدقائك